هذه الغوريلا التي تراها هي أذكى حيوان في العالم وربما التاريخ كله، واتهمت البشر اتهاما خطيرا جدا. تعلمت لغة الإشارة وصارت تتحدث بالإشارة كالبشر، بل أنها نطقت بعض الكلمات كأفلام الخيال العلمية. أصبحت صديقة لمشاهير العالم، وكانت تتذكر الأشخاص وتحزن على فراقهم وتفرح بعودتهم. وقبل وفاتها كانت لديها رسالة للعالم وللبشر. فماذا كانت رسالتها؟ دعونا أولا نذهلكم بما كانت قادرة على فعله. فمن هي الغوريلا كوكو والتي اتهمت البشر اتهاما خطيرا؟ ولدت كوكو في حديقة حيوان سان فرانسيسكو في 4 يوليو عام 1971. تعلمت لغة الإشارة منذ طفولتها على يد العالمة فرانسيس باترسون، عالمة نفس الحيوان، والتي اعتبرتها كوكو كوالدتها. كانت تعاني كوكو من مشاكل صحية خطيرة، فقد رفضت أمها إرضاعها وتغذيتها والاعتناء بها، مما دفع العالمة باترسون الاهتمام والحل مكان أمها. نقلتها باترسون لمقر الجامعة للأبحاث الأمريكية للحيوان، وأصبحت حرفيا كوالدتها، تعتني بها وترضعها حليبا صناعيا، وتعلمها وتهتم بها وتنظفها وتحميها وتساعدها في النوم. فهل تتذكرون طرزان الذي ربته الغوريلا؟ هنا حدث العكس تماما، فقد ربت باترسون الغوريلا وأسمتها كوكو، ولم تكن تتوقع أن تصبح كوكو أشهر غوريلا في العالم والتاريخ كله. بعد أن كونت باترسون علاقة قوية جدا مع كوكو، وصلت لحد أن كوكو اعتبرتها حرفيا أمها. بدأت باترسون تعلمها لغة الإشارة، وكانت المفاجأة الكبرى، أصبحت كوكو بعد فترة قصيرة قادرة على استخدام لغة الإشارة والتحدث والتواصل مع البشر بشكل طبيعي تماما. كانت قادرة على التعبير عن مشاعرها وأفكارها بدقة، وكانت قادرة على فهم المفاهيم المجردة. على سبيل المثال، كانت قادرة على العد إلى 100، وفهم الألوان والأشكال، وفهم كلمات مثل الحب والصداقة. على سبيل المثال، قالت ذات مرة: أنا سعيدة لأنني معك، أنا آسفة لأنني كسرتك. بعد فترة طلبت كوكو طلبا غريبا جدا، لتكون أول حيوان في التاريخ يطلب مثل هذا الطلب. لم تطلب كوكو الطعام أو الشراب مثل القطط، ولم تطلب أن تلعب مع صاحبها مثل الكلاب، بل أن كوكو طلبت منهم أن تحصل على قط صغير لتربيه كحيوان أليف. نعم، كما نقول لك، كوكو الحيوان الأليف طلبت أن تحصل على حيوان أليف. أحضروا لها وقتها دمية صغيرة لقطة تلعب بها بدلا من القطة الحقيقية، ولكنها رفضتها ورمتها وهي غاضبة كالأطفال، لأنها